يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح القلب. طبعا الدنيا ساقعة وتلج، فما ينفعش معاها غير ان احنا نجيب كرنباية حلوة كده، متوسطة ونعملها. الكرنبة البلدي بتبقى حلوة وناعمة وورقها بيبقى ناعم وبتبقى سهلة في التقطيع. فعايزاكم تجيبوا، كمان تجيبوا الكرنبايه اللي ما تبقاش مكبوسه قوي. بصوا الكرنبه حلوه ازاي، لونها حلو وجميله وصغيره على قدنا كده هو. وبصوا الورق بيطلع بسهوله. انا بوريكم اهو عشان اللي مش عارف يبقى عارف يعني يطلع الورق بتاع الكرومبا ازاي، وهوريكم بتتسلق ازاي ومعاكم خطوة بخطوة ان شاء الله. بصوا بنطلع بقى الراس بتاعتها كده بسكينة تكون رفيعة، عشان بعد كده الورق نيجي نطلعه يبقى سهل. وهنسلق بقى، يبقى معانا مية سخنة فيها حبة ملح. انا ما بحطش بصراحة كمون في المية، ملح. وبنسلق الورق اهوت وبنسيبه بقى ايه يتهوى، ونسلق بقى كل الكمية اللي معانا كده هو. وبعد كده هنقطعها. واهم حاجة ما تتكوش على الورق في السوا. بصوا انا المصفى اللي بحطها بقى عندي صينية تانية اهوي في المصفى واحطها في الصينية، وما نحطهوش كله على بعضه. وانا حطيت اهوت الرز، وفي النهاية انا بفتحها عشان تتهوى، عشان ما تكملش سواها وهي سخنة. بصوا بقى نحط كل كام ورقة كده مع بعض ونقطعها. ونحوريكوا بقى، بصوا نبرمها كده، نحاول نسويها ونبرمها كده هو زي الرول. ونقطعها بقى ايه حتت متساوية، ما فيهاش هي تقطيع وما فيهوش اي حاجة. بتطلع زي الفل، والورقة طويلة نلف منها ونقطع زي ما احنا عايزين، ونرصها هو زي ما انتوا شايفين في صينية. والطريقة ديت بتبقى سهلة وتسهل عليكم الحشو وما يبقاش فيه اي مشكلة. بصوا المنظر اهو. وتحاولوا كده تبقوا تعملوا كله مقاسات واحد عشان يطلع كله سوا واحد، قد بعض يعني. هنا عندنا حبة زيت بقى نحط كده هو زي ربع كوباية زيت. وعندنا طماطم مفرزينها، طبعا الطماطم دي كنا ايه منشفينها يعني عاملينها زي الصلصة. هنلفها بس كده على النار، وهنحط عليها الرز كده تنشف عشان ايه ما تبقاش عاملة مية او حاجة كده. هنحورهم مع بعض ونروح منزلينهم يبردوا شوية عبال ما نقطع الخضرة. عندنا بقدونس وشبت وكزبرة، لازم محشي يبقى لازم بقدونس وشبت وكزبرة، بيطعموا المحشي ويخلوه زي الفل. بصوا الصلصة نشفت ازاي وكده، ولونها حلو قوي. بنحط بقى الخضرة، ما نحطش الخضرة عليها في النار على اساس الخضرة ما تغيرش لونها. وعندنا هو بصلتين كبار فرمتهم في الكبة، وحطينا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا، وحطيت سمنة. انا كنت حاطة في الزيت مع الصلصة، حاطة زيت مع الصلصة. نحط حتة سمنة كده هو، معلقة كبيرة او معلقتين يطعموا بس الخلطة، يعني انا بحب اعمل كده هو. وبعد كده نقلبها بايدينا عشان كل المكونات تندمج مع بعضيها. بصوا لونها جميل ازاي. نفرش بقى في أرضية الحلة كده الورق الأخضر كده هو عشان نحافظ عليها ما فيش ما تتلسعش. أنا بحب أحط الصف اللي تحت كده برضو ورق أخضر. والله الورق الأخضر ده برضو بيبقى طعمه حلو. هنلف كده بقى الورق مع بعض. بصوا سهل، وخاصة ان انتوا ما بتتكوش عليه في السليق، ما بيتقطعش معاكوا ولا حاجة، بتبقى الورقة كده ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين. وبصوا الورقة بتبقى طويلة، نلف زي ما احنا عايزين. بصوا الصبع عامل ازاي اهو، زي الفل. هو الف زي ما انا عايزة، لفتين واروح قاطعة، الف لفتين واروح قاطعة. وكله بص مقاس واحد اهو. بصوا الواحدة طويلة ازاي اهي، لفتين واروح قاطعة. الطريقة ديت سهلة احسن ما نعملها حتة حتة. بصوا الصباع المحشي طالع، بصوا جميل، كلهم سوا واحد. وبصوا الخلطة حلوة ازاي وناشفة كده هو، لا بتشر ولا حاجة، ما يعني تبقى كده اسهل عليكم. خلي بالكم في اللف لما تنشفوا كده الصلصة على النار.
جربوا الطريقة دي والله حلوة، هتسهل عليكم المحشي للناس اللي هي بتستثقل لف المحشي. بيطلع صغير وجميل، واهو بصوا وسهل عليكم لفتين وتقطعوا. بصراحة احلى حاجة في الساعة ديت المحشي، وخاصة يتاكل سخن. اهي بصوا الواحدة عاملة ازاي. اقعد بقى احشي انا كل اهي، بنلفها بنفكها كده، بصوا طويلة ازاي، ناخد منها ونقطع. بتبقى بصراحة تسهل عليكم، وما تفضلوش كل شوية تمدوا ايديكم تاخدوا، لا بتاخدوا الرول كله وتسحبوا منه وتلفوا، وبتبقى سهلة وجميلة وكده هوت، وكله متفصل حلو زي بعضه. اهو بصوا انا بوريكم كذا كذا مرة. اهي خلصت الكمية اللي عندي، وهوريكم بقى تتعمل ازاي. عندنا بقى نسخن ميه سخنه، ونحط عليها نحط عليها مكعب ماجي، وده ملح ومعلقه صلصه وملح، حطينا ملح وفلفل وحطيت المكعب، ونشرب بقى بيها كده هوت المحشي بتاعنا. اهم حاجه يبقى بصوا ما يتغطاش قوي. اهي زي ما انتوا شايفين كده، هو يبقى المية على الوش كده مش ياما عشان ما يطلعش معجن. تمام، واديني غطيته بقية الورق كده هوت، وهو حطيته على النار استوى، ولا حطيت له مية تاني ولا حاجة. وهو زي ما انتوا شايفين المحشي زي الفل وجميل وريحته حلوة قوي. ويا ريت تجربوا بقى الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.